السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان هام من عضو مجلس الأهلي السابق: الأهلي أخطأ بالانسحاب أمام الزمالك في قمة الدوري. أهم حاجة نصلي على النبي. ألقى محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق اللوم على مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بسبب الانسحاب من مواجهة الزمالك في القمة 130، وكان من المفترض أن يلعب الأهلي مع الزمالك مساء يوم الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز، إلا أن النادي الأهلي رفض خوض مباراة القمة ضد الزمالك بسبب إصرار مسؤولي الكرة المصرية في إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري، إلا أن الأهلي أصر على ضرورة تعيين حكم أجنبي لتكافؤ الفرص. وقال محمد عبد الوهاب في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: حزين للغاية من انسحاب الأهلي أمام الزمالك، وحزين أيضا من المشهد نفسه، والأهلي أخطأ بالتأكيد. وأضافت: الجماهير ذهبت إلى استاد القاهرة وكانت حافلة الأهلي في فرع النادي بمدينة نصر، وهذا أمر غريب لما اعتاده في الأهلي. الإدارة السابق بالأهلي: لم أكن أتمنى أن أشاهد هذا المشهد كمشجع درجة ثالثة للأهلي. وواصل عبد الوهاب: كنت أتمنى من إدارة الأهلي إعلان موقفها مبكرا وتطالب جماهير النادي الأهلي عدم الذهاب إلى الاستاد بدلا من هذا المشهد غير الجيد. أما عن قرار إدارة الأهلي برد قيمة التذاكر للجماهير، قال: ثمن التذاكر ليس الفارق مع جماهير الأهلي التي كانت تتمنى حضور المباراة والاستمتاع بالقمة المصرية. وأنهى اختلاف مع مجلس إدارة الأهلي لأنه لم يعد عن قرار مبكر حتى لا تذهب الجماهير إلى الاستاد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة.